السلام عليكم. إن شاء الله في الحلقة دي هنتعرف مع بعض على مجموعة من الدايركتيفز هنستخدمها بشكل بسيط خلال الابليكيشنز بتاعتنا، ولكن لما نحتاجها هتوفر علينا وقت كبير، فمحتاجين نعرف تفاصيلها علشان نعرف نستخدمها، وهي التكست والبري والونس والميمو والكلوك. فيلا بينا نيجي لأبسط واحد فيهم وهو الفي داش تكست. والفي داش تكست هو دايركتيف بيخليني أتحكم في المحتوى بتاع العنصر بتاعي. هو بيأدي نفس وظيفة المستاج لو احنا فاكرين من خلال الدبل براكتس. يعني بنقدر ان احنا الكنترول عن المحتوى بتاع العنصر يا اما بالطريقة دي يا اما بالطريقة دي، زي ما انتوا شايفين كده في المثال الاوتبوت هيطلع واحد. بس ناخد بالنا من حاجة مهمة، ايه الفرق ما بينهم؟ الفي داش تكست هي بتعمل اوفر رايد على كل المحتوى اللي جوه العنصر بتاعي، بخلاف المستاج احنا ممكن نستخدمها في جزء معين في المحتوى بتاعي. فزي ما انت شايف كده في المثال هتلاقي انك لو استخدمت الفي داش تكست فهو هيشيل كل حاجة كمحتوى جوه العنصر ويستبدلها باللي احنا بصيناها في الفي داش تكست. بينما لو استخدمنا بقى التكست المتغير مع التكست الثابت فنقدر من خلال المستاج نتحكم في الموضوع ده بشكل احترافي شوية. اما الفي داش بري فده دايركتيف بيعمل عملية وقف للكومبايل للكود او العنصر اللي انا هستخدمه عليه. يعني بيروح يقول لي فيو جي اس انا مش عايزك تعمل كومبايل خالص للعنصر ده او اي حاجة جواه. وعلشان يوضح الموضوع زي ما انت شايف في المثال كده، لو انا استخدمت التاج بتاع البي وطبعت جواه المحتوى اللي انت شايفه ده فهيطبع معايا عادي خالص. اول ما استخدم عليه الدايركتيف اللي هو البري فهو مش هيترجم اي حاجة جوه اصلا العنصر ده، وهيطبع الاقواس بتاعتي والفاريبل بتاعي زي ما هم كده على الشاشة من غير ما يعمل لهم اي كومبايل. فهنا طبعا فيو جي اس ما بتبصش لاي حاجة بداخل الدايركتيف بتاع البري. وهنا طبعا هيفيدني في حالتين. الحالة الأولى لما بكون مثلا بعمل دوكيومنتيشن وبشرح حاجة خاصة بفيو جي اس، فأنا عايز أعرض الكود زي ما هو من غير ما يتعمل له كومبايل، فهنا بيتفيدني طبعا بري علشان بتخلي الكومبايلر بتاع فيو ما يبصش أصلا على العنصر ده أو أي حاجة بداخله. الحاجة التانية لو أنا عايز أعلي البرفورمانس بتاعنا في سيكشن معين موجود عندي في التمبلت أو في الكود بتاعي، والسيكشن ده ما فيهوش اي بايندنج خالص، يعني ما فيش اي داتا مرتبطة بيه، ففي الحالة دي هو حاجة ستاتيك، حاجة مش متغيرة، فانا بخلي فيو يشيل دماغه من السيكشن ده خالص وما يبصش عليه. فبستخدم هنا الدايركتيف بتاع البري علشان يعلي معايا البرفورمانس. ودلوقتي نيجي للدايركتيف اللي هو الفي داش وانس. والفي داش وانس كده من اسمه هو بيعمل عملية ريندر للإليمنت بتاعي مرة واحدة، وبعد كده بيعتبره ثابت أو المحتوى الداخلي بتاعه ثابت. يعني لو حصل أي تغيير لأي داتا بداخل العنصر ده أو بداخل الدايركتيف ده هو مش هيبص على التغيير ده. وطبعا زي ما انتم شايفين كده في المثال انا عندي متغير اسمه تايتل بس هستخدمه مرتين، مرة مع الونس ومرة من غيرها. ففي المرة بتاعت الونس هو قرأ أول قيمة لما بعمل ريندر لأول مرة للكومبوننت بتاعتي، فهو قرأ أول قيمة عندي في المتغير وهي ويلكم. بعد كده لما باجي أعمل أبديت للتايتل من خلال البوتون بتاعي فطبعا هو ما بيقراش أي أبديت بيحصل على المتغير ده. بينما الطريقة العادية اللي ما استخدمتش فيها وانس فهو بيقرا التغيير عادي خالص وبيحدث الشاشة بتاعتي والضم بتاعي. وطبعا ده بشكل كبير احنا هنستخدمه في حالة لما يكون عندي محتوى ثابت في الموقع بتاعي، فانا عايزه ريندر مرة واحدة من غير ما يبص لأي تعديل عندي في السكريبت بتاعي او في الداتا بتاعتي. وده طبعا بيعلي معايا البرفورمانس علشان هو اصلا بيتجاهل الجزء ده، بيعمل له ريندر مرة واحدة وما بيبصش عليه تاني وهكذا. نيجي بعد كده للفي داش ميمو. والفي داش ميمو هو جاي من حاجة اسمها ميمورايزيشن وهو الذاكرة. يعني بيحتفظ بحاجة معينة بناء عليها بيعمل ريندر للكومبوننت بتاعتي او للعنصر بتاعي او لا.
طبعا هو شبيه شوية للفي داش وانس، بس الفي داش وانس هو كان بيعمل ريندر مرة واحدة للعنصر بتاعي وبعد كده مش بيبص عليه، بينما الميم هو بيعتمد على ديبندنسي معينة أو متغيرات معينة، لو حصل لها تغيير بيروح يعمل ريرندر للعنصر بتاعي، ولو ما حصلش فيها تغيير مش هيبص على العنصر خالص ويعمل له سكيب. فزي ما انتم شايفين كده من خلال الاري احنا بنعمل لوب عليها، ولما يحصل اي تغيير في العنصر اللي هو الاي دي او الاس كومبليت، فهو هنا هيعمل ريرندر للايتم ده في الاري بتاعتي. لكن لو ما حصلش اي تغيير في البارامترز الداخلية بتاعة الاوبجكت ده اللي موجودة في الاري، هو هيعمل لها سكيب. وده طبعا بيعلي عندي البرفورمانس جدا، لان انا لو عندي اري مثلا فيها آلاف من الاوبجكتس، فانا علشان يحصل تعديل على الاري كل مره فيعمل ريرندر لكل العناصر اللي داخل الاري، فده طبعا هيموت التطبيق بتاعي. علشان كده الفي داش ميمو هي بتعمل عمليه ريرندر للعناصر اللي حصل لها تغيير في الحاجات اللي انا بحددها، او الديبندنسز او البارامترز الداخليه اللي انا بحددها. وطبعا لو احنا حطينا array فاضية، فهو بالطريقة دي هيشتغل بطريقة الفي داش وانس، يعني هيعمل ريندر مرة واحدة للاري بتاعتي او للعنصر بتاعي وبعد كده مش هيبص عليه. علشان كده احنا لما نستخدمه محتاجين نحط له الديبندنسي او المتغيرات اللي هو هيعتمد عليها علشان يحفظها عنده وياخد نسخة منها لآخر مرة عمل فيها ريندر، علشان يبص بعد كده لو حصل تغيير فيها يعمل ريندر. الحاجة التانية لما نيجي نستخدم الفي داش ميمو مع الفي داش 4، فلازم نستخدمهم على نفس العنصر، نفس الاليمنت. ما ينفعش نستخدم الفي داش ميمو في عنصر داخلي، ده طبعا يدي معايا ايرور على طول وما ينفعش. وطبعا في داش ميمو هي معتمدة من بعد فيرجن 3 في فيو جي اس، يعني ما كانتش موجودة قبل كده. نيجي بقى لآخر دايركتيف بالنسبة لنا وهو الفي داش كلوك، وده علشان نعرف فايدته وازاي نستخدمه. فاحنا لو تفتكروا كنا بنستخدم فيو جي اس مع ملفات ال HTML بشكل مباشر من خلال ال CDN. وطبعا ده كان بيحصل معايا مشكلة بسيطة كده بتظهر في جزء من الثانية لما باجي احمل الموقع بتاعي وبكون مستخدم كونتينر معين عندي في الموقع كفيو جي اس. كانت اكواد الفيو جي اس بتظهر بشكل صريح كده وبيحصل لها ريندر بعد كده، طبعا ده بيحصل في ثانية ولا حاجة. فبعد كده بيحصل ريندر للكود بتاعي لما بيحصل ماونت اصلا للايه، لفيو جي اس او للابلكيشن انستنس بتاعي. وده لان طبعا ملفات الجافا سكريبت واللي منها السي دي ان اللي انا بستدعيه علشان اصلا استدعي نسخة الفيو جي اس، ده بيحصل له تحميل على حسب طبعا سرعة النت وعلى حسب الموقع بتاعي فيه ايه. فهنا علشان نحل المشكلة دي لانها كيوزر اكسبيرينس حاجة مش كويسة، ان طبعا الاليمنتس بتاعتي تظهر وفيها كود اصلا فيو جي اس مش معمول له ريندر. فتيجي هنا بقى الحل السحري بتاعنا اللي هو الفي داش كلوك. وزي ما انت شايف كده احنا هنستخدمها في السيناريو ده بس، يعني لما نستخدم فيو جي اس مع ملفات ال HTML بشكل مباشر. انا مش محتاج استخدمها مع البيلت تول، لان البيلت تول زي الفيت مثلا هو كده كده ما بيعملش اصلا ريندر للتمبلتس بتاعتي غير بعد ما بيعمل ماونت اصلا للكونتينر بتاعي. زي ما خدنا قبل كده انا بكريت الابليكيشن انستنس وبعد كده من خلال الداله بتاعه الماونت بروح ارمي كل حاجه او التمبلتس بتاعتي على الكونتينر بتاعي. فهنا بقى الفي داش كلوك هو بناخد فكرته ان انا بدي ستايل عندي للاتريبيوت دي على العنصر اللي هو الكونتينر بتاعي، بديلها اللاين ستايل كده اللي هو ديسبلاي نون، يعني ما تظهرهوش غير لما نعمل ايه، نعمل ماونت اصلا للابليكيشن انستنس بتاعي. هو اوتوماتيك بقى فيو لما بيلاقي الدايركتيف ده بيروح يشيله من على العنصر، يعني هو اوتوماتيك بيروح يشيله. فانا كده شلت اللاين ستايل اللي هو الديسبلاي نون، فهيجي العنصر ظاهر معايا عادي خالص بكل الحاجات الداخليه اللي فيه، ومعمول ريندر طبعا لكل الكود بتاع الفيو جي اس وهكذا.